اهلا بجميع مشاهدي ومستمعي سماش سبورتس في كل مكان. هكون معاك وانا وائل دياب. وانا جو. ايه جو دي؟ إيه، جو موسى ولا جو ايه؟ جو محسن، يوسف محسن. يوسف محسن. ايه جو، الناس تتفرج علينا فلازم نقدم لنا نفسنا، يعني نقدم لهم نفسنا بشكل اوضح شويه. يكون معانا يوسف عبد المحسن. انت صحيح. كيف بتعمل لي اسم في البطاقه؟ وهنتكلم النهارده في عدد من المواضيع. هنبدا بان بيرلو مش هيدرب ايطاليا للاسف الشديد، وبعديها هروح لعدد اللاعبين اللي دلوقتي بيدوروا على انديه وانتقالات وغيره، واخيرا هنتكلم على اللي بيحصل في الدوري المصري، يعني اللي قادر بصراحه يفرض سيطرته على كل وسائل الاعلام بسبب التطورات السريعه اللي بتحصل فيه، وكم الكلام واللغط اللي بيحصل حوالين اللي بيحصل حوالين، يعني الموضوع. الديبيت او الخناق ما بين الاهلي والزمالك. يلا بينا. يلا بينا. جو، بيرلو مش هيروح ايطاليا ليه؟ بص، انا شايف صراحه ان الاوفر ده بتاع ايطاليا، ان انت تمسك ايطاليا دلوقتي واحد من اصعب البوزيشنز دلوقتي في كرة القدم، لان ايطاليا بقى لها اكتر من 10 سنين ما تأهلتش لكأس العالم. هو اي نعم كسبوا اليورو في 21، بس ما اظنش ان دي حاجه تليق باسم ايطاليا كمنتخب من احسن 5 منتخبات في العالم يعني على مر التاريخ. وانا شايف عشان كده برضو ناس زي كارلو انشيلوتي وبيب جوارديولا مرضوش ان هم ياخدوا البوزيشن ده او ان هم يدربوا ايطاليا. انت شايف ايه؟ انا شايف ان الموضوع ان بيرلو على صداقة كبيرة جدا مع رئيس الاتحاد، ورئيس الاتحاد اللي لسه معين من فترة قريبة، هو اللي رشحه وهو اللي قال انه عايزه يجي. ولكن الموضوع وقف بسبب ان هيتقال ان بيرلو درب منتخب ايطاليا علشان صديقه، مش علشان ان بيرلو يستحق ان هو يدرب منتخب ايطاليا. مم. بيرلو دخل عدد من التجارب ونجح فيها بشكل كبير جدا، وبيخوض حاليا تجربة كبيرة في الامارات مع فريق يونايتد اف يونايتد. سي. قدر يصعد بيه من دوري الدرجة الأولى لدوري المحترفين، دوري أدنوك للمحترفين. قدر يعمل نتائج مع يوفنتوس أثناء وجود كريستيانو. عنده رؤية وعنده فيجن وعنده ملفات من هو لاعب. محضرها من وهو لاعب يقدر يقدم بيها، ولكن الصداقة دي هي اللي وقفت الديل ده من وجهة نظري. بصراحة أنا شايف زي ما بقول لك كده، هي ليها أبعاد كتيرة كمان. زي ما بقول لك هو فعلا، أصل أنت حط نفسك مكان أي حد معروض عليه الجوب ديسكريبشن ده. انا مش هتلاقي لو إن انا لو في. اتعرض عليا ماشي، بس هو ما تمش العرض لان كان في تخوف من فكره ان م. انت تبقى صديق رئيس الاتحاد، فانت توليت المنصب ده عشان انت صديق رئيس الاتحاد مش اكتر. يعني ما حتى رئيس أظنش. الاتحاد نفسه اعتقد ان هو ما كانش. وعلى فكره م. ده اللي خلى صحفيين كتير كتير زي فابريزو رومانيو وزي ناس كتير قوي كانوا، وزي وكالات ومواقع بتكتب ان هو خلاص يعني بيرلو هيدرب ايطاليا، لدرجه ان انت جيت لي في أيوه يوم أيوه. واحنا قاعدين هنا اعتقد امبارح او اول بتقول كان لي، بقول لك امبارح. ما حطيتش صوره بيرلو ليه مع يونايتد؟ قلت عشان لي هو خلاص هو خلاص. مشي. خلاص هو مشي ازاي؟ العقد ما توقعش. قلت لي لا هم خلاص الكتب وكله كتب ان هو هيدرب ايطاليا، ولكن م. ما حصلش. ايوه فعلا انا كان قلت خلاص، لك كان انا اخر فاكر، على اخر تك. فاكر ردي ساعتها، فاكر ردك ساعتها. فاكر ردي فاكر ساعتها ردك ساعتها. اتعلم بقى. يا ريت يفضل ما بيننا. بالظبط يعني، عشان تعرفوا يا جماعه الحاجات الصغيره دي بتفرق معايا في ايه. ماشي، ننتقل للموضوع اللي بعده. عموما منتخب ايطاليا هو منتخب يعشقه جميع محبين كرة القدم، ولكن هيفضل منتخب ايطاليا من بعد الفترة الكبيرة قوي والعظيمة اللي قدر يأدي فيها الحقبة ويمتع الذهبية. ملايين محبين كرة القدم في العالم، وهو مختفي زيه زي البرازيل. متى يعود؟ متى يظهر؟ ده اللي احنا هنشوفه الله أعلم. وهننتظره. وده لازم يبقى معاه اسماء لعيبة، اكيد مش مدير فني هيجي ساحر، أكيد طبعا. واكيد مش حلم منتخب ايطاليا ان هو يخش بس ينافس في كاس العالم، مش ان هو يبقى عينه على كاس العالم، لان منتخب ايطاليا منتخب كبير جدا، ولكنه في حقبة دلوقتي وفي دايرة مغلقة هنشوف هيخرج منها ازاي. ننتقل بقى، وحاجة بتحصل يا جماعة لأول مرة في العالم، اكتر من 17 لاعب او 15 لاعب، وكلهم اسامي كبيره، اسماء كبيره يعني، وليهم ليهم كده الرقم بتاعهم، البروفايل بتاعه. وليهم بروفايل بتاعهم، وليهم الجماهير بتاعتهم وعدد المتابعين وعدد الفولورز وكل حاجه، ولكن مش لاقيين انديه يلعبوا فيها.
يعني انا اعتقد ان انت كنت بتسيرش في الموضوع ده اكتر قبل التصوير، فقول لي كده عدد اللعيبه مثلا حتى الان اللي, اللي للاسف مش لاقيين لهم نادي، غير بقى اللعيبه العربيه اللي هو محمد اه صلاح اه ومحرز. نبيل فقير مش عربي، هو فرنسي ولكن كان بيلعب في الدوريات العربيه من بعد اصول من ما. اصول جزائريه. يعني في ناس زي رحيم ستيرلينج مثلا، فابينيو، اسم الراجل لسه كان بيلعب في كاس العالم مع البرازيل. نعم. خوسيليو خوسيليو. كان بيلعب لسه مع ريال مدريد بروزوفيتش من من موسم. النصر. بروزوفيتش كمان. في لا في لعيبه كتير جدا، من كترهم انا مش عارف ان هو ابقى ملم بيهم كلهم. ده طبعا حاسس ان هو اختلاف كرة القدم طبعا. ماديا مم. هو ليه تأثير كبير جدا على الموضوع ده، ان الناس دي من خدوا كتر بالكم كبر. عشان يوسف بيقول وجهة نظري في الموضوع. كمل يا يوسف. ان الموضوع ده يعني ليه طبعا هو عامل مؤثر جدا. سهل تبقى حرامي افكار، صعب تبقى انسان. كمل يا يوسف. يعني لو عندك حاجة عايز تقولها لا قولها. كمل، قول قول. يعني طبعا اللعيبة دي كانت بتقبض فلوس انا كم. اول مره اشوف حد بيشف كلامي بالنص ويقوله. ها فين اتفضل يا يوسف. دي يعني كانت وجهة نظري بالكامل، ان اللاعبين دول بيطلبوا مبالغ مادية عالية جدا وعايزين يتواجدوا ضمن نجوم الصف الاول في اي فرق، ولكن مردودهم مع العامل السني مع انجازاتهم ما بقى يعني لا يساوي المبالغ الماليه اللي محطوطه له. يعني انا مثلا مع حبي لمحمد صلاح وتقديري له وهو فخر العرب وهو صاحب انجازات كبيره جدا، ولكن انا لما اجي ادفع له رقم زي الرقم اللي مطلوب حاليا، هل هو فعلا هيبقى له مردود؟ على حسب برضو الفرقة اللي هيلعب فيها. لو مثلا هيروح الاتحاد مثلا او الهلال، انا شايف ان هو ممكن جدا جدا يحقق لهم لقب الدوري، ممكن جدا برضو يكسب معاهم دوري ابطال اسيا. لان الفريق اصلا اوريدي معاه كم لعيبة بجد، يعني مثلا زي روبن نيفيز، معاهم ميلينكوفيتش سافيتش. ده يعني الاتنين دول مع بعض اصلا في خط النص، يعني ده حاجة رهيبة ماشي، جدا. بس هو لحد الان مفيش عروض من الدوري السعودي. يعني الدوري السعودي ما دخلش من اول. وبص بصراحه بصراحه، مم. انا هزعل منه لو عمل كده لسبب وحيد. مش انا بحب نادي الاتحاد، ولكن يعني الدوري التركي، رئيس النادي، جماهير النادي، مهم. الناس اللي في الشارع، الناس عايزينه، رئيس الدولة بيهتفوا باسمه كلهم. بيهتفوا باسمه، كلهم. عايزينه في الدوري التركي. اه فانت اه بعد اه كل ده تروح؟ طب لا، انا بعتذر، اصلا انا جاي لي مبلغ اعلى في نادي الاتحاد. ازاي يعني؟ يعني الامور كلها على مم. فكره وكيل اعماله راح قعد في تركيا عشان خاطر يوصل لاعلى مبلغ. هو ما ايوه. القصه كلها ما كانتش زي ما هو بيكتب، اصل احنا ما وصلناش لاتفاق، واصل احنا مش عارف ايه، او انا عايز رقم اعلى او الكلام ده. مم. لا، هي الفكره كلها ان هو راح بتفاوض مديره، مدير اعماله بيحاول يشتغل كسمسار قدر الامكان. خلينا نسميها كلمه سمسار، لان دي اخر رحله لمحمد صلاح، فهو بيحاول يطلع باكبر مكاسب ماليه قدر الامكان. واخر رحله ليه محمد صلاح، هو محمد صلاح بيهيئ للناس الموضوع ده. هو راجل 34 سنه دلوقتي، 33 داخل في 34 خلاص مع بدايه السيزون الجديد. آه، في لعيبه زي كريستيانو او ميسي بيوصلوا لل 40، بس محمد صلاح وهو بيتكلم او هو دايما بيعلق او بيدي تصريحات، بيكلمك ان هو خلاص خلص اللي عنده، وهو خلاص انهى مشواره، وهو خلاص انا عملت اللي عليا، انا وصلت للي انا عايزه، انا بناتي كبروا زي ما هو بيقول. من على على وش التصريح ده. جواز. اه بناتي دلوقتي على وش جواز. التعليل الظريف اللي هو قاله ده، فهو بيدي ايحاء للناس ان هو خلاص في نهايه مشواره. هو مش هيستمر اكتر من كده، حتى في وجوده في الدوري الانجليزي اخر فتره مع ليفربول. طريقه لعبه توحي بكده. هو الراجل نسبه تحركه في الملعب ضئيله جدا، دي حقيقة. رجوعه للدفاع قليله جدا. هو مدي للناس ايحاء ان هو يعني تواجده في الملاعب مش هيستمر طويلا. عشان هو كده رامي الصراحة عباس، تقريبا اسمه رامي عباس، ربيع عباس. بيحاول قدر الامكان ان هو يطلع اكبر مبلغ مالي ممكن. هو صراحة وائل برضه لو جينا بصينا على الكارير بتاع صلاح اوفر اول، هو صراحة هو ادى اكتر من اللي احنا كمصريين كنا متوقعين ان هو يعني ي... يعمله كإنجاز في تاريخه. محدش كان متوقع ان صلاح كلاعب مصري ممكن يروح الدوري الانجليزي، اصعب دوري في العالم، ويحقق فيه ارقام زي دي، زي اللي هو عملها دي، ويكسر ارقام لعيبه زي الان شيرر مثلا. آه، يعني الموضوع مش سهل، يعني في ناس عجزت ان هم يعملوا كده، وناس لعيبه عالميه.
ماشي، ما اختلفناش في اللقطه دي، بس هو في الأول وفي الاخر في شغل جوه الملعب وفي شغل بره الملعب. اكيد طبعا. صلاح زيرو بره الملعب، زيرو. انا ما اشتغلش معاه بره الملعب. جوه الملعب راجل عظيم جدا جدا. بره الملعب لا لا لا، هو عنده مشاكل كتير قوي محتاج يحلها، محتاج محتاج يغير يعني. جماهير مصرية حتى أول مرة تهتف ليه كان في كأس العالم. تخيل بيلعب بقاله السنين دي كلها بره، أول مرة جماهير مصر تهتف باسمه بعد كل السنين دي، بعد أكتر من 10 سنين ولا حاجة. ده حقيقة. فلا يعني محمد صلاح محتاج يشتغل على الماركتينج اكتر على نفسه. فانت محتاج قاعده جماهيريه زي فريق الفريق التركي بشكتاش. باكشتاش. بشكتاش. هو اتلخبط في اسمه دايما موضوع الشين والشين دي انا مش عايز اقول اسمه. يا جماعه فنار بخشه اهو زي الفل، جلط السراي ايه ليه باكشتاش ليه تمام. الفرق انك تروح لقاعده جماهيريه كبيره قوي كده تدعمك وتسبورت يو وتبقى في ظهرك وتماركتنج ليك على السوشيال ميديا، دي اهم بكتير من اي فلوس. بس أكيد انت طبعا. لو اخترت الفلوس، وطبعا انا هكون مبسوط لان انا اتحادي وبشجع نادي الاتحاد صراحه اهو قدام الكاميرا. صراحة انا تمام. بشجع نادي الهلال. انا بشجع نادي الاتحاد. لو انت قدرت ان انت اسمه ايه ده، ان انت تحقق مع الاتحاد اللي انت بتأمل فيه ان الجماهير تبقى في ظهرك و روح الاتحاد. لو انت مش هتعمل ده لا، خليك خليك في الدوري التركي، خليك مع الفرق التركية، خليك مع الجمهور التركي، خليك مع اللي هيدعمك وهيعمل لك، هيلمع اسمك شوية. تمام. لان خد بالك انت تواجدك في الوطن العربي شبه معدوم. ده حقيقة. فلازم لو انت الفريق اللي انت تختاره هو يفرض وجودك على الوطن العربي. ده حقيقة. تمام. لان انت ما زال القضايا السياسيه او القضايا اللي انت ما علقتش عليها هي غصه برضو عند الناس مش قادرين ينسوها. اكيد طبعا. تمام. اخيرا وليس اخرا، والموضوع الاخير والموضوع اللي هنقفل بيه حلقتنا، وهو الدوري المصري. النادي الاهلي اعلن عن قميصه الجديد، وده هنسال في الاخر هو حلو ولا وحش بغض النظر انك انت لابس نفس اللون تمام بتاع اي سي ميلان. ولكن في نفس الوقت النادي الاهلي خلاص كده مؤكد ورسميا بعد بيان الاتحاد امبارح وصل له ان النادي الاهلي هيشارك في الكونفدراليه. ده معناه ان مفيش زياده لعدد الفرق في بطوله افريقيا، رغم ان اخونا اللي قعد في المؤتمر كان مؤتمر طويل مدته 3 ساعات تقريبا ولا ساعتين. عادل، المؤتمر كان بتاع رئيس الاتحاد الافريقي كان مدته قد ايه؟ ساعة تقريبا. ساعة، أكتر من ساعة صح؟ قال لك أكتر احنا ساعة. هنعرضه على سكرتير الاتحاد. كان عمال يحكي على قصة حياته تقريبا. اه انا عملت وانا مش عارف الفكرة ايه. إن في الآخر قال لك أنا هطلع بقرارات بعدين، يعني هنناقش القرارات ونطلع بيها. اه. المؤتمر تعمل إيه؟ وهو ما طلعش قرارات، ده هو الاتحاد اللي اعلن ان جاله بيان ان بيقول له فرق افريقيا كذا والكونفدراليه كذا. فيعني كده الاهلي هيشارك في الكونفدراليه بشكل رسمي، والزمالك وبيراميدز هيشاركوا في بطوله افريقيا بشكل رسمي. الفتره اللي جايه متخيل بقى ايه اللي يحصل. يعني صراحة أنا شايف الفرقتين الأهلي الزمالك وبيراميدز يستحقوا إن هم يشاركوا في دوري أبطال أفريقيا. بالمناسبه يوسف اهلاوي يا جماعه، فهو فعلا بيقول الحق يعني. يعني عشان بس هو عضو في نادي الأهلي محدش كمان. يظن هو عضو في نادي الأهلي. محدش يظن ان هو زملكاوي، يعني هو اهلاوي فهو بيقول وجهة نظره، ودي وجهة نظره هو مش ناقشها مني. الحمد لله. ما فيش اي نقاش مني. لا هم فعلا هم خلصوا. او الزمالك كسب الدوري المصري السنه اللي فاتت وبيراميدز كسبوا دوري ابطال افريقيا، فهم لا الفرقتين فعلا يستحقوا ان هم يشاركوا في دوري ابطال افريقيا. الاهلي للاسف ما كانش على قد المسؤوليه الموسم اللي فات، فطبعا هيدفع جزاء ذلك ان هم هيشاركوا في الكونفدراليه. وطبعا الكونفدراليه مش وحشه زي ما الناس فاكره طبعا. عجبتني كلمة جزاء، جزاء ذلك، عجبتني الجملة، تحس فاهم لغة عربية. حسيت ان انا مثقفه. الاهلي على فكرة مش هيروح يلعب في الكونفدرالية، انت فاهم غلط. اوكي فاهم الاهلي صح. خد فرق بطولة افريقيا ونازل بيهم يروح يلعبوا في الجمهورية في الكونفدرالية، الوداد واخد معاه بقى هل الجيش الوداد؟ الملكي،
الوداد المغربي، اه الرجاء البيضاوي، شباب بلوزداد. يعني انا ماتش شباب بلوزداد ده كان اكتر ماتش مقرف في بطولة افريقيا بالنسبة للاهلي. لازم يخلص يا 0-0 1-0، يا اما 1-0 و0-0، يا اما هنا 0-0 وهنا 1-1. لازم يحصل فيه حوار. تاني الاهلي هيلاعب شباب بلوزداد في نسبة الكونفدرالية. المشاهدة في الكونفدرالية هتكون أعلى. دي حقيقة، أنا لسه كنت أقول كده برضو. يعني بجد والله العظيم، انت هو الاهلي خد الفرق وراحوا يلعبوا في الكونفدرالية، شيء بس غريب ومش أنا عندي سؤال، هل أورلاندو بايرتس هيلعبوا في الكونفدرالية؟ مش متاكد، بس ممكن نسيرش حالا يا ريت، عشان نعم. أنا شايف، أنا من وجهة نظري، احنا من وجهة حاجه زي نظري احنا ممكن نستخدم الموبايل عادي. انا من وجهة نظري انا شايف ان اورلاندو بايرتس صراحة اكتر فرقة الاهلي بيعصلجوا قدامها. يعني تقدر تقول ان هم البعبع بتاع الاهلي مثلا. لا هي سان داونز، هي سان داونز، لا لا لا. لأنها سان داونز بس تلعب في دوري. سان داونز دي اللي هي فعلا لو لعبت خلاص بقى يا يبقى جماعه هو نلغي بطوله دوري افريقيا ابطال السنه دي. افريقيا بس هو فرق مسميات. وهو خلاص لا مش هيشارك في الكونفدراليه فعلا. رونالدو بايرتس هيلعب في بطوله افريقيا. حلو، يعني عندهم منافس. لا عندهم منافسين. خد بالك برضو بطوله افريقيا يعني، او الزمالك السيزون اللي جاي. جمهور الزمالك كل ما نطلع نتكلم عليه بيزعل يعني. هو دفع فلوس كتير قوي، الزمالك دفع فلوس صراحة كتير لا، قوي. هم يستحقوا. وكابتن بصراحة. عادل كان الماتش اللي فات قال لنا ان مفيش اي موسم، اي اعداد، اي تدريبات. ما كانش فيه موسم اللي هو البري سيزون اللي بيعدوا فيه اللعيبه او بتاع. ده ما اتعملش، ما فيش معسكر اتعمل حتى الان، كل الكلام ده. فده هيكون ليه تاثيره، وخصوصا ان انت داخل تلاعب يعني انا هسيبني من كل فرق افريقيا، بس انا هقول لك ان انت داخل تلاعب بيراميدز. يعني انت داخل تلاعب بيراميدز اللي هو ما طلعش ببطولات السيزون اللي فات، وهو بيدفع بالدولار، وهو نادي استثماري، وهو نادي محتاج يكسب اي بطولة بأي شكل. يعني سيبك من بطولة كاس مصر لان ارباحها المالية مش كبيرة، هي يمكن بطولة بتسجل لهم ولكن هي ارباحها المالية مش كبيرة. ولكن نادي بيراميدز محتاج البطولة السنة دي بأي شكل ايا كان. فانت المنافسة السنة دي لا وحشة. على فكرة أنا شايف إن هو نادي بيراميدز الأقرب للفوز بدوري أبطال أفريقيا السنة دي. مش سان داونز؟ أنا شايف بيراميدز صراحة. مع سان داونز برضو عمل، يعني انا دخلت قبل الانترفيو النهارده الصبح كده بصيت على الصفقات اللي عاملها، لا مبهدل الدنيا. سان داونز داخل الموسم ده لا ناوي يعمل حاجه، لان هو شاف ان الاهلي مش موجود، وشاف ان الوداد والترجي ومش عارف الفرق دي كلها، الوداد خلاص في الكونفدراليه مع الاهلي والبتاع مراقب، فهو الطريق قدامه ان هو بس يمسك نفسه شويه وخلاص هيعدي. يعني هو ممكن، بس أنا شايف صراحة نادي بيراميدز بيلعبوا بروح أكتر صراحة. نادي بيراميدز بيلعب مع يوريتيتش مشي. تمام. طبعا انا عارف الشباب الجديده اللي طالعه لنا اللي يقول لك انا ما بتفرجش الدوري المصري، انا بتفرج على الدوري الانجليزي وها ها ها وكده، على اساس ان دي مش كوره، احنا بنلعب بط مش عارف ايه. ولكن يا عزيزي ما فيش امتع من الايجيبشن فوتبول. مفيش امتع كده من، فاهم؟ أنت ممكن تقولها وأنت يعني عندك ثقة أكتر من كده. مفيش امتع من الايجيبشن فوتبول، تاكد من الموضوع ده. يعني اسمع التعليقات بس بتاعت المعلقين اثناء المباريات يكفيك. بس كابتن ايمن الكاشف، اسمع المتعه. عايزك تسمع المتعه عشان تعرف الفرق فعلا ما بين الكوره والكوره. بعدها بطل فرجة على الكورة. مين اللي هياخد دوري ابطال افريقيا؟ شايف بيراميدز صراحة. لو هيبقى في منافس ليه هيبقى سان داونز. ان ما كانوش الاثنين مع بعض في نفس في نفس البراكت، فالاثنين هيلعبوا بعض في الفاينل. فليسجل التاريخ توقعاتي سان داونز بطل افريقيا 2027. مين هياخد الكونفدراليه؟ الكونفدرالية الاهلي كده كده لازم. لو الوداد المغربي المدير الفني الجديد بتاعه اهو، الوداد المغربي لو المدير الفني الجديد بتاعه ما كانش على مستوى المأمول، الاهلي هو بطل الكونفدراليه. لو الوداد المغربي قادر وفايق والمدير الفني بتاعه قادر ان هو يصح اللعيبه اللي عنده، لان عنده اسماء كبيره جدا، حكيم بس زياش. كانوا حكيم زياش وغيره، ولكن كانوا مظلومين الفتره اللي فاتت نوعا ما. ولكن لو هو الوداد المغربي واقف هيكون صعب على الاهلي ان هو ياخد الكونفدراليه باي شكل من الاشكال، وخصوصا ان الاهلي في مرحله بناء. يعني هو بيبني نفسه ومركز مع بطولة الدوري اكتر، وهيركز مع بطولات تانية اكتر، ومش هيبقى مركز قوي ان الكونفدرالية ان هو بالنسبة له ان هو ياخد. طبعا هيركز فيها لو
لقى ان الزمالك والبيراميدز خرجوا وهو بقى الممثل المصري الوحيد في البطولات الافريقيه. تمام. بس الوداد المغربي دايره كده كبيره، دايره كبيره قوي على المدير الفني الجديد ليه. اكيد طبعا. تمام. عامة لان انا شايف هو برضو ان هو الترجي السنه اللي فاتت كان يستحق اكتر من كده بكتير بصراحه. انا شايف برضو الترجي هيبقى انا راجل منافس اهلاوي اهو شرس. وبصوت عالي بقول لك الوداد خطر، خطر لو في حالته. بص انا هقول لك، انا شايف الاهلي لو ما تقوليش لانك ما بتتفرجش على الوداد. اكيد مش بتفرج على الوداد يعني، بس بتفرج على ليه الاهلي. اكيد ما تتفرجش على الوداد؟ ده من امتع الفرق يا جول في العرب كله في افريقيا. يعني بص مثلا بقى، مش هو ده مش هنقارن مثلا يعني الوداد. شباب خريج مدارس من 3 كلمات او 3 حروف وجامعات. عموما يا جو انا بسألك على توقعاتك، رأيك في الوداد. ما انا الوداد مش اللي بقول هم رأيي في الوداد حاليا، بس انا بقول دلوقتي ان الاهلي لو امام عاشور وشوبير فضلوا موجودين في الفرقه، ما هم فانا احنا مش شايف عارفين انه، هيمشوا ولا هيقعدوا. ما انا بقول لك لو قعدوا ايوه ماشي. ما البطوله في هو الاهلي. حتى لو مشوا، ما هي الفرق الاهلي ما بيقفش على لعيب. تمام. والاهلي يعني انا بقيت احس ان هو بيفكر استثماريا اكتر ما هو بيفكر في بطولات ومش عارف ايه. انت النهارده تيشيرت الاهلي عليه كام راعي؟ يعني حتى كتير قوي الان صراحه. اللي نزل فودافون، ومش فاكر كانوا ايه تاني، كان في حاجه تانية ناس يعني اسمها جاي في بالي بس مش فاكر. طبعا يا جماعه جو حابب يعمل اعلانات للشركات دي ووقع في الفخ، فنحب نشكره على الموضوع ده. عموما هو عنده عدد من الرعاة على التيشيرت بتوعه يا جو. هو عشان كده هو بيفكر حاليا استثماريا اكتر. طبعا هيفكر في البطولات وغيره عشان يتواجد، ولكن الاهلي في مرحله تغير دلوقتي وتحول ما بين جيل لجيل. ففكره ان الثبات على المستوى او ثبات التحول ده برضه هتقف على المدير الفني. هل عموته هيقدر يعمل الكلام ده؟ هل عموته مش هيقدر يعمل الكلام ده اللي احنا هنشوفه في السيزون الجديد. عموما وصلنا لنهاية حلقتنا. انت نسيت حاجه بس مهمه. ايه؟ رايك في التيشيرت بتاع النادي الجديد؟ التيشيرت بتاع النادي انا حبيته. انا حبيت ده التيشيرت على فكرة، شبه التيشيرت بتاع بايرن انا ميونخ مش عارف، جدا. تقريبا انت الوحيد اللي حابب التيشيرت يعني انا في العالم. والناس وانا والاهلاويه عموما. لا انا اهلاوي بس ما بحبوش. مش حابه. انا والاهلاويه انا بعتبر ما بحبش التيشيرت ده، مش اهلاوي خلاص. ده التعصب، ده التعصب للافكار. شكرا لجميع مستمعين ومشاهدين سماش سبورتس في كل مكان. تقدروا تسمعوا الحلقه كامله على ابل بودكاست وعلى سبوتيفاي. انتظرونا غدا وحلقه جديده ان شاء الله باذن الله. غالبا هتكون كلها عن الدوري السعودي.